طبيعي ومهتمين، اعتبروها زي أي إشاعة. يا أمتي معانك الله حبيبتي أنت. طبعا أنا أقوى واحدة في السوشيال ميديا. لو أوريكم قائمة المشاهير اللي أحبهم ويحبوني راح تتفاجئون. جحلط هذول اللي كبسوا شيروا وأرسلوا وردات، ولا يقعدوا يقولوا لكم إحنا حنروح مكان فلاني تعالوا لنا. تابعوا التافهين هذول والله العظيم. حتى مو لازم تتابعوني، تابعوا ناس عليها القيمة، ناس لما تتابعوها تستفيدوا أو تستمتعوا بدون ما تمرر أفكار زبالة. عموما شكرا ليكي. أتمنى أنا دائما في أشياء أنزلها أقول 18 عشان أخاف على ذول الصغار اللي يتابعوني، بس أنت أكيد بنية صح؟ لحظة بس، أنا ما أعرفها ولا أدري عنها، بس من المقاطع شلون ساكتين على هالمحتوى الخايس. لا صدق والله كيف ساكتين، يعني فعليا راح البلد بالطريقة دي من القياس. الجيل مش ناقص صراحة، بس فعليا صدقت إنها حملات منظمة وراها جهات مخططة. لا سوس هذه أنا تأكدت ما وراها أحد، وراها ماجد بس هي بعد ما طلعوا القوانين قبل كم شهر، فاكرين لما كنت أتكلم عن التجاوزات اللي سووها المشاهير والأخطاء، وتحديدا كنت أتكلم عن الناس المدعومين اللي وراهم متنفذين، فهي استدعوها. أنا قلت القصة دي أكثر مرة، استدعوها وكان القرار اللي نزل فيها يعني يعور. تدفع غرامة وتعتذر، تطلع تعتذر على المحتوى، يعني تقول أنا آسفة على هذا المحتوى الخربوطي اللي أنا نزلته، أبطل أنزل هذا المحتوى. يعني يبوها كذا تتهزأ قدام الناس. وأظن قالوا لها يعتبر غير إنها حتغير المحتوى، بس هي وش سوت برعاية ماجد عشان تعرفوا نوعية الناس هذه؟ قال لها خرفيني لنا كم واحد من اللي يشتغلوا بهيئة الإعلام، وراحت فعلا واخذت سناباتهم أضافتهم وقعدت بالليل. طبعا الانباعات عندنا ايش كثرة. وبعدين تدخل هذا المحامي حقتهم فارس المالكي مدري ايش، طبخوها بطريقة انه هذا نوع من الابتزاز من الموظفين في هيئة الإعلام، فلغوا القرار. فهمتوا؟ مع انه مخالفاتها واضحة، بس شوفوا التلاعب كيف. فهمتوا؟ الموظفين عرفوا انهم معكم، ما يبغوا يفتحوا على نفسهم باب، فشالوا عنها كل شيء. بس طبعا الاتفاقية كانت انه هي ما ترجع تنزل مثل هذا المحتوى، فهي الحين سوقها راح هذا الشيء، هذا المحتوى حقتها يعني اللي انت شفتيه. فقررت او قاعد يقرر بالنيابة عنها ماجد انه يبغاها تغني راب، يبغاها تمثل، يبغى يدخلها في مجالات جديدة، يغير الهوية والكاريزما حقتها بطريقة، بس حتستمر بنفس المجال والعمل اللي في البيت عندها اللي تسويه بالبيت. بس ايش المحتوى اللي يبغاها تقدمه، ايش الصبغة اللي بيعطيها اياها. فهمتي؟ بس توتة خلصت الحدوتة. كان مسجون على ابو واحد اللي هو سجارة اوكي، هو وصاحبته كانوا طالعين من حفلة، لانه انا صاحبي كان معاها في نفس العنبر برضو. والسجن اسمه حدا ذا سووه قبل فترة عشان الحملة حقت المخدات، والسجن ذا بس للي تمسك اوكي بالمخدات فقط، وتحكم تقريبا 6 شهور ولا شيء كذا، ما اعرف والله. بس الكومنت ذا كل كلامه صح 100%، يعني معروف. انتوا تعرفوا انه هو كان رد سجون زي ما يال. وعلى فكرة انا ما اقول رد سجون الناس يجوا يكتبوا لي مدري ايش ومتي من عاب ابتلى، لا هذول هم بلوا نفسهم، هذول هذه خياراتهم في الحياة. هذول مو ناس ضايعين ولا احد ابتزهم ولا احد استدرجهم وبلبعهم حاجة وراحوا فيها، لا هذول هم اختاروا. فانتبهوا لي على هذه الجزئية، الناس اللي من عاب ابتلى. والله خلاص انا احس نفسي لازم اروح انام. ما ادري يا حبيبتي، انا بسوي له يوم، بختار كذا يوم اكون مرة رايقة وانت فريش ولا لا انت فريش. اصلا اخترت له مقطع صوتي. يا اخي كاركتره يضحك والله، ما ادري كيف ماخذينه على المحمل الجد. كيف في ناس، هذا سهل مرة
مرة كذا، ولدرجة خلاني أقتنع إنه أنا أنزل رابو من هذا الكلام. تبيني أسمعك المقطع الصوتي؟ أنا ناوية له، بس قلت مو دحين، لما أروق. ليش ما يرحلونها يأدبون اللي زيها؟ قريبا إن شاء الله، قريبا، إذا ما راحت سلمت نفسها وقالت. بس يقولوا هي ما يرحلوا لأنها فلسطينية، لأنه ما يرحلوا الفلسطينيات أو الفلسطينيين في اتفاقية، يقولوا، ما أعرف. عموما أنا بختم، كنت أبغى أنزل كم تعليق ما لقيته. ما شاء الله التعليقات مرة كثير، والله عيني عورتني ما شاء الله من كثر التعليقات. وكان عندي كذا موضوع بناقشهم بس ما فيني حال، جاء من الجيم جسمي مكسر وخلاص الوقت عندي يتأخر. إيش كنت بقول لكم؟ إيش بقول لكم؟ إيه، بختم بسلوفة صغيرة. قبل يومين أظن نزلت تعليق، واحدة كتبت لي قالت لي وين هندو مختفية عند قحطة؟ إيش دراني أنا ماني ولية تمرة، ماني أمها. لما يختفوا مشاهير وين يا أم؟ إيش خلني أنا يا جماعة، تفهمين ده غلط. بس سبحان الله، يعني أنا كنت أظن نزلت هذا التعليق، كنت بطلوا تسألوني فين فلان اختفى وفين فلان. عرفت يا وين راحت حضرت هي والثامي. مين دحين يطلع عفريت سلومو مني؟ راحت هي والثامي حضروا. خليني تخيلوا دحين انه اللي يحكيكم عن هندو وثامي سلومو. اوكي يلا. ايوه امزح. ايش كنت بقول؟ كنت بقول حاجة. يا شباب دعموني عشان اعرف اتكلم. يا شباب كبسوا شيروا، ولا انهر وانام بلبع بلبوعتين وانا. المهم راحت هذا ايفنت حقت افلام العربية، بس حقت هوليوود، ما ادري مين دعاها، شكله شيء سامي جاب لها اياه يعني. فراحت، المهم اللي قاعدين فاقدينها يدوروها يحسبوها ضايعة. وين هندو وين هندو؟ قاعد راحت مهرجان حقت هوليوود هنا في LA، يعني في لوس أنجلوس، مع ثامي. بتشوفوا؟ يلا بينا. هذا التعليق مهم، هذا التعليق مهم، ورد على الناس اللي يقولوا لي ايش بك انت تلاحقيهم، اتركي في حاله. ترى بزارين اللي يجوا يدافعوا عنه، انا متاكد هذا فور شور يعني. لان قلت لكم الناس الواعيه واللي عليها القيمه والكبار ما يعرفوا هذه الاشكال، هو قافط الصغار. تقول المشكله مو هنا، المشكله انت شفتي من يدخل معاه بنات قاصرات ويعززون له، وطفل صغير اسمه ما ادري وش يبغى يرفع حس المشاهدات على حسهم، وهذا اكبر غلط. يعلمهم ولا يحط اوكي، وعدم احترام الناس، والطفل يقول اشياء وكلمات وسخه جدا وهو يضحك ويعزز له. يعني يا اطفال، لو قللتوا احترام الناس وقلتوا كلام بذيء، المجتمع راح يعزز لك. وين وصلنا من مستوى الانحطاط، وجاي الحين يحط عقله بعقل دكتوره. هو ما حبيبتي معلش انت غلطتي، ما عنده عقل عشان يحطه بعقل. حبيبتي انت تعتقدي هذا عنده عقل؟ تعتقد واحد صار رابر ويبلبع ويطلع بثوث مع ميار وكبث وشيء 24 ساعة في السيارة قاعد، نادرا ما يبيت من البيت، حالته حاله. تعتقد انه هذا فيه هنا؟ ما في والله. المهم انا احس صراحة اني غاطة عن زيزو الرقحي، حاسة انه زيزو زعلان، يحس انه وينك يا امتي، تحسه مبسوط. شو اخبار المقاطعة؟ خلينا في المواضيع الاهم، مستمرة ولا خسعته؟ صارحوني عادي، تعرفوني انا ما مضطرة احلف لك. ورب الحين نقول فعلا صباح الخير بجيتك، طبعا من اول انتظرك تنزلي ستوري، حب كبير لك وربي. لازم اروح انا، تخيلي بكرة إن شاء الله، بكرة نقعد كذا قعدة محترمة، بس ادعوا لي إن أنا أنام بدري وأصحى بدري.